ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. إن شاء الله بإذن الله معايا هتحبوا الساينس، ومش هسيبكم إلا لما أنقل حبي أنا للساينس ليكم إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنتكلم مع جريد 6 سنة 6. على فكرة الساينس بتاع سنة 6 سهل وجميل جدا ولطيف، بس هو محتاج شغل شوية. يعني ايه؟ يعني لازم تتابع الفيديوز بتاعتي أول بأول، تذاكر دروسك أول بأول، ما تراكمش عليك دروس. تاني حاجة، اسمع الفيديو مرة واتنين وتلاتة، ممكن تسمعه مني ومن حد تاني ومن كذا حد يوصلك المعلومة. تالت حاجة، لو مش فاهم اي حاجة اكتب لي في الكومنتس وانا هرد عليك ان شاء الله باذن الله، لان انا بهتم جدا بالكومنتس، وممكن اعمل فيديو كامل على حاجة صغننة انت ما كنتش فاهمها. فاكتبولي في الكومنتس ايه اللي واقف معاكم او ايه اللي انتوا مش فاهمينه، وانا هرد عليكم وان شاء الله باذن الله. انا مش هسيبكم الا لما تكونوا بتحبوا الساينس. اوكي، يلا بينا. احنا هنتكلم عن ذا سيل. اتكلمت عنها قبل كده في البلاي ليست بتاعه ذا هيومن بودي، وبسطت لكم الموضوع كده وخليت لكم لطيف عشان تفهموا جسم الانسان بيتكون من ايه. بس احنا النهارده عايزين نتكلم عن الموضوع ده بشكل ممنهج. طيب ايه هي السيل دي؟ It's the main building unit of living organisms. يعني ايه؟ يعني هي وحدة بناء الكائن الحي. مش فاهم يعني ايه برضو وحدة بناء الكائن الحي؟ تعال اديك مثال بسيط يفهمك. بص حواليك كده، هتلاقي فيه 4 حيطان. كل حيطة من دول علشان تتبني كان لازم نحط طوبة على طوبة على طوب. يعني كل وول بتتكون من براكس، طوب، صح كده؟ طيب عشان اعمل حيطة طويلة حطيت ايه؟ طوبة صغيرة على طوبة صغيرة على طوبة صغيرة، عملوا حيطة كبيرة. بالظبط كده، هي السيل كده. سيل صغننة على سيل صغننة على سيل صغننة عملوك انسان جميل سبحان الله، وعملوكي انتي بنوتة جميلة سبحان الله. يبقى as a brick is the building unit of wall، زي ما الطوبة هي وحدة بناء الحيطة، فالcell is the building unit of living organisms. الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف السيل. احنا قلنا ان السيل هي وحدة بناء الكائن الحي زي الطوبة كده يا ميس، صح؟ اه، اوكي، يعني السيل قد الطوبة. انا ما قلتش كده. السيل دي يا حبايبي صغيرة جدا، صغيرة قوي قوي يعني. حبايبي طبعا شطورين في الماس هيفهموا الارقام اللي انا بقولها دي. الخلية بيتراوح اللينس بتاعها ما بين 0.005 مليمتر لحد 0.1 مليمتر. يعني دي أرقام صغيرة جدا جدا جدا، can't be seen by naked eye. مش بنعرف نشوفها بالعين المجردة، يعني مش بنعرف نشوفها بعنينا. يعني يا مس نلبس نضارة ولا حتى النضارة، احنا بنستخدم special device، بنستخدم جهاز خاص عشان نشوفها، اسمه الميكروسكوب. يبقى الخلية دي صغيرة قوي قوي قوي، مش بنعرف نشوفها بعنينا، وبنستخدم ديفايس مخصص كده اسمه ميكروسكوب اللي انتوا شايفينه في الصورة ده. وانا متأكدة ان انتوا شفتوه قبل كده في حاجات كتير، وهنتكلم عنه بالتفصيل في lessons جاية كمان. اوكي، هل بقى يا ميس كل السيلز شبه بعضها؟ لا، احنا عندنا نوعين من السيلز. حاجة اسمها animal cell، ودي اللي موجودة في الانيمالز وفي الهيومن، وحاجة اسمها plant cell، ودي اللي موجودة في البلانتس في النباتات. شايفين اللي شكلها مستطيل دي؟ هي دي البلانت سيل، واللي شبه الدايرة دي هي دي الانيمال سيل. فاحنا دلوقتي بقى عايزين نعرف the similarities and the differences between animal cell and plant cell. يعني عايزين نعرف أوجه التشابه والاختلاف بين البلانت سيل والانيمال سيل. يعني عايزين نعرف هما شبه بعض في ايه ومختلفين عن بعض في ايه. يلا بينا نعرف هما شبه بعض في ايه ومختلفين عن بعض في ايه. اول حاجة يا حبايبي ان all cells have cell membrane. كل الخلايا لازم يكون عندها حاجة اسمها cell membrane. يعني ايه cell membrane؟ غشاء خلوي، باب كده بتاع الخلايا.
اي خلية لازم تكون محاطة بحاجة اسمها سيل ممبرين، سواء انيمال سيل او بلانت سيل. زي ما انت شايف كده السيل ممبرين موجودة في الاتنين، ودي اللي دايما بتكون من بره. اوكي، بيجي بعد كده حاجة اسمها سيل وول. ايه السيل وول دي يا حبايبي؟ السيل وول دي مش موجودة في كل الخلايا، دي موجودة في البلانت سيل، only plant cell، يعني هي موجودة في النبات بس. خلاص، طيب يبقى معنى كده ان اول حاجة هتكون السيل ممبرين، ولو في سيل وول هتكون بعديها منبر. خلاص، وموجودة فين السيل وول؟ موجودة في البلانت سيل، مش موجودة في الانيمال سيل. يبقى ده اول اختلاف. يبقى اول اختلاف ان البلانت سيل عندها سيل وول، والانيمال سيل ما عندهاش سيل وول، بس الاتنين عندهم سيل ممبرين. صعبة؟ سهلة جدا. طيب ايه كمان؟ قالك not all cells have nucleus، مش كل الخلايا عندها نيوكليوس. شايفين الدايرة اللي في النص دي؟ دي نيوكليوس. في خلايا بقى مش موجود فيها النيوكليوس دي، زي مين؟ زي البلاد، زي الدم بتاعك. الدم مفهوش نيوكليوس، بس بقية الخلايا بيكون فيها نيوكليوس، وهنعرف النيوكليوس دي بتعمل ايه قدام ان شاء الله. اوكي، بص بقى المفاجأة دي، ان the cells of one living organisms are not similar. يعني ايه؟ يعني حتى الخلايا اللي موجودة في جسم نفس الكائن الحي مش شبه بعضها، الخلايا مختلفة على حسب الوظيفة، والخلية دي موجودة في انهي اورجن وبتعمل ايه، فبتكون شكلها مختلف. يعني بص قدامك كده على الماسكولار سيلز، دي الخلايا العضلية بتاعت عضلاتك، شايف شكلها مختلف ازاي عن النيرفس سيلز؟ النيرفس سيلز دي بتاعت اعصابك، شايفين شكلهم مختلف ازاي مع انهم في نفس الجسم بتاع نفس الكائن الحي؟ سبحان الله. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نتكلم عن السيل نيدز. يعني ايه؟ احتياجات الخلية. الخلية عشان تكبر وتنقسم، يعني ايه تنقسم؟ ما هو انت كنت خلية واحدة، فالخلية دي اتقسمت لاتنين، والاتنين اتقسموا لاربعة، وهكذا. عشان ده يحصل الخلية محتاجة حبة احتياجات كده. زي ايه؟ زي الفود، الاكل. ازاي يعني؟ هي الخلية بتاكل؟ طبعا الخلية محتاجة للفود، nutrients. وخدنا كلمة nutrients قبل كده في سنة رابعة وفي سنة 5 كمان. يعني ايه nutrients؟ يعني العناصر الغذائية. طب وايه كمان؟ السيل محتاجة لايه كمان؟ محتاجة الووتر، محتاجة المية. طب بتاخد المية منين؟ من جسمك. طب بتدخل لها المية ازاي؟ عن طريق السيل ممبرين اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، الباب اللي حوالين الخلايا. وهنعرف أهمية السيل ممبرين دي في ليسنز جاية ان شاء الله. اوكي، يعني هي محتاجة فود ووتر زينا كده بالظبط. بالظبط، وكمان محتاجة الأكسجين. مش انت محتاج أكسجين؟ والخلية دي جوه جسمك؟ يبقى الخلية هي كمان محتاجة الأكسجين. يبقى what are the cell needs؟ ايه هي احتياجات الخلية؟ food، water، وأكسجين. الفود اللي هو nutrients، الووتر وده بتجيبه من السيل ممبرين، هو اللي بيسمح لها او بيدخل لها الووتر، والاكسجين. اوكي، كده الدرس الاول خلص. اتمنى ان لو عجبك الشرح تدوس لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الدروس بتاعتي اول باول. ذاكروا الدرس، اسمعوا الفيديو مرة واتنين وتلاتة. اي حاجة مش فاهمينها اكتبولي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وبرد عليها بمنتهى الاهتمام. مع السلامة يا حبايبي، باي باي.